الإيمان ونقصانه كما تشاهدون في الشاشة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. الحديث مرة أخرى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة أو يوم جمعة. مشاهدي الأكارم، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في عدة مواضع. الموضع الأول هذا في كتاب الإمام باب نقصان الإيمان. الموضع الثاني في كتاب المغازي باب حجة الوداع. الموضع الثالث في كتاب التفسير سورة المائدة باب قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقال ابن عباس: مخمصة يعني مجاعة. والموضع الرابع في كتاب الاعتصام وهو أول حديث في كتاب الاعتصام أخرجه الإمام البخاري. كذلك أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في كتاب التفسير، وأيضا أعاده مرة أخرى في نفس الكتاب أيضا. وأخرج هذا الحديث كذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ومن سورة المائدة. وأخرجه أيضا الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب مناسك الحج باب ما ذكر في يوم عرفة. كذلك أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخرجه أيضا الإمام النسائي في كتاب الإيمان وشرائعه زيادة الإيمان باب زيادة الإيمان. كذلك أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بروايتين. هذا تخريج هذا الحديث. هذا الحديث عظيم معروف لدى أهل السنة والجماعة، ومعناه واضح، والقصة معروفة كما لاحظتم رأيتم أن أئمة الحديث قد أخرجوها وتحدثوا عنها. الذي يهمنا في هذا الباب هو ما مناسبة ذكر هذا الحديث في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه. هذه الآية الكريمة وهي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لما تحدثت عن تمام النعمة
وكمال هذا الدين، دل أن هذا الدين تكتمل أركانه في قلب المؤمن عندما يقوم المؤمن بكافة الواجبات والأركان والمستحبات التي يقوم بها من أجل دينه ومن أجل إيمانه. ففي هذه اللحظة يكون الإيمان قد اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم. وقد اكتمل هذا الدين في يوم عرفة في حجة الوداع. كانت هذه آخر آية نزلت في كتاب الله كما هو مفسر عند بعض أهل العلم. والبعض الآخر يرى أن قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون في سورة البقرة، قالوا بأن هذه الآية آخر آية نزلت في كتاب الله. وعلى القول الأول أن هذه الآية أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي أنها نزلت هي آخر ما نزل، يعتبر هذا المعنى أيضا وارد، لأن اكتملت معاني ومعالم وشرائع الدين في يوم الجمعة وفي يوم عرفة. أتم الله عز وجل علينا هذا الدين وأكمله لنا بكافة شرائعه وتفاصيله. وربنا عز وجل أنزل الكتاب كما لا يخفى على شريف علمكم كاملا إلى سماء الدنيا، ثم نزل إلى الدنيا منجما، يعني حسب الحوادث. ويا ليت أهل العلم والفضل يعلمون الناس القرآن الكريم وتفاسيره بحسب التواريخ الذي نزل فيه. ففي هذا فيه محاكاة وفيه متابعة لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تقرأ القرآن وتعلم أن مثلا سورة الفاتحة نزلت في يوم كذا في تاريخ كذا وبسبب كذا، فأنت تفهم فعلا القرآن فهما صحيحا. وكذلك حينما تعلم أن هذه الآية نزلت هي آخر ما نزل، وهذا اليهودي الذي يقول لو نزلت علينا معاشر اليهود اتخذناه عيدا، هو كذلك بالنسبة لنا عيد. وقد أكرمنا الله عز وجل بيوم الجمعة عيدا، وهو عيد الأسبوع احتاج إلينا، ونزلت فيه نصوص كثيرة تبين فضله، وهو اليوم الذي خلق الله فيه آدم عليه السلام، وهو اليوم الذي أنزل فيه إلى الدنيا إلى الأرض، وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة. ففضل هذا اليوم معروف لدى المسلمين، ولذلك يجتمعون فيه ويجتمعون إلى المواعظ. وفي فجره يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ويقرأ في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وهاتان السورتان فيهما التذكير بخلق الإنسان ومآله وموته وذهابه إما إلى جنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، وإما إلى النار. ثم في السورة الأخرى شرح ربنا عز وجل وبين مآل أهل الفضل والخير وأهل الإيمان، وشرح لهم أيضا الجنة التي عرفها لهم بتفاصيل تشد السامع وتشوق المؤمن لدخول الجنة. هذا في فجر يوم الجمعة مما يدل على أنه عيدا. ثم أيضا هناك خطبة واجبة وصلاة جهرية في منتصف هذا اليوم، ومع الأسف ليت جميع الدول الإسلامية تجعل يوم الجمعة يوما يعني إجازة للمسلمين كما هو معمول لدى بعض الدول، لكن البعض الآخر لم يتخذ، يعني معظم الدول لا تتخذ يوم الجمعة حقيقة إجازة رسمية للمسلمين بسبب تقليدهم لأنظمة الغرب. الغرب يقلدون ويعظمون
يومي السبت والأحد، لكن كان الواجب علينا أن نعظم يوم الجمعة باعتبار أنه يوم عظيم وعيد. فهنا يبين لك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وتمام النعمة من أكبر النعم، أن الله يتم عليك النعمة، وتمامه يكون بتمام الدين وكمال الدين والطاعة، وليس بكثرة الرزق ولا بكثرة المال ولا بكثرة الزوجات ولا بالأولاد، وإنما تمام النعمة تكون بكمال الدين وتمام الطاعة وكمال الإيمان بالله عز وجل. فكل ما كان الإنسان متقدما في العمل الصالح ويرتقي من درجة المسلم إلى درجة المؤمن، ومن المؤمن إلى درجة المحسن، هذا هو الذي حقيقة ينبغي أن يفرح الإنسان به، في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يبين لك درجات الإيمان ويبين لك مستويات الناس. كذلك في قوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ذلك يبين لك أيضا أن هذه الدرجة درجة السابقين، قد يكونون في بداية عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكونون أيضا في نهاية عهده عليه الصلاة والسلام أو في نهاية أمته. نحسب من بقايا السلف الإمام ابن باز رحمه الله، والإمام القرضاوي، والإمام أبي إسحاق الحويني، والإمام، هؤلاء الأئمة الذين نشروا العلم وحاربوا الفساد وكانوا رحمة على المسلمين، ولم يكونوا يثيرون الفتن ولم يكونوا يثيرون الضوضاء ولا يتهمون الناس بالبدع والأهواء، وإنما كانوا مصلحين هداة قائمين بالحق. ومنهم أيضا شيخنا الشيخ عبد العزيز الجبرين وكذلك الألباني، نحسبهم الله حسيبهم. أما من وقع في الفتنة والبدع وأدى إلى تفرقة الأمة وكان يطعن في خاصرة الأمة، وكان والعياذ بالله وصفا سيئا كما يصفونه الدعاة بأنه كان خنجرا يطعن في قلب الأمة، فهؤلاء والعياذ بالله سينالون عقابهم عند الله، لأنهم كانوا أهل فتنة وأهل أهواء، ولم يجمعوا كلمة المسلمين، ولم يكونوا رحماء بين المسلمين، بل كانوا خدما للحكام، وكانوا يركعون ويسجدون لهم بمعانيهم، وكانوا يعظمون الحكام، وكانوا سيفا صلتا على إخوانهم من الدعاء. فهل هذا من الدين؟ وهل هذا من الطاعة؟ من سيقبل منهم؟ والحمد لله الذي هيأ الله عز وجل من الدعاة والمفكرين من يرد عليهم، ومن يسكتهم، ومن يبين خوارهم وبدعهم وضلالهم. والحمد لله الذي رفع شأن العلماء ورفع مرتبتهم. وقد حضرت جنازة الشيخ العلامة أبي إسحاق الحويني في يوم رمضان، في 17 من رمضان، وجدت جمهورا غفيرا يدفن هذا الرجل والناس صائمين ويذكرونه بخير ولا يزال. هؤلاء هم أولياء الله، نحسبهم الله حسيبهم، نشروا هذا العلم وهاجروا من أجل الله وماتوا في سبيل الله. نحسب أن قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، نحسب أن هذه الآية تنطبق عليهم. الحمد لله الذي خلق لنا الشيخ بن باز، وخلق لنا ابن عثيمين، وخلق لنا الإمام القرضاوي، وخلق لنا أبي إسحاق الحويني، وخلق لنا الألباني، وخلق لنا هؤلاء الأئمة الذي حفظ الله عز وجل بهم هذا الدين. ولا تزال الأمة أيضا تنعم بالعلماء والمفكرين والدعاة والخيرين. كل ذلك ذكرته لكم في باب أن هذا الدين اكتمل، ولا يزال ربنا عز وجل يبعث من يجدده ومن يرعاه ومن يحفظه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، من هؤلاء الصنف الذين وصفهم الله في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين كانوا سابقين بالخيرات بإذن الله، أي بعون الله وبتوفيق منه وكرم، كما رأيناه في أئمتنا سابقي الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخلف هذا الدين من كل خلف عدوله، يخلف هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ربما قدمت أو أخرت. كذلك يبعث الله عز وجل على رأس 100 سنة من يجدد لها دينها. والله أعلم، بعض الباحثين وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور الحبيب الشوباني المغربي العالم معالي الوزير سابقا، ذكر في كتاب له مسألة اليهود، ذكر كلاما طيبا يدل على أن معركة الطوفان هي مجدد هذا العصر، أن معركة الطوفان هي مجدد هذا العصر. واستدل بأن الكيان الذي كان يخدع المسلمين ويخدع بل دول الغرب بأن له الحق في فلسطين، له حق في فلسطين، قد تم فضحه من خلال معركة الطوفان، حيث بينت هذه المعركة خوار هذا الجيش وضعفه، وبين أيضا عدم استحقاقه لفلسطين، وكذلك بين أنه دخيل في هذه المعركة، وأن التاريخ الذي ينص على أن بريطانيا هي التي أعطتهم. وقبل ذلك التاريخ، أنصحكم بقراءة الكتاب، فيه السرد لتاريخ كيف أنشئت المسألة اليهودية، ففيه حقيقة يعني جوانب كبيرة جدا يبين لك. الذي أعجبني في الكتاب، وقد حضرت له تدشينه مرتين، ذكر أن معركة الطوفان فضحت اليهود في الغرب، فأصبح اليوم 60% من الغرب يرون أن اليهود ظلمة مجرمون، وأن عليهم الخروج من الأرض المحتلة، أرض فلسطين، وهذا فضح لهم. وقد كتب الشيخ الحبيب الشوباني هذا الكتاب ولم يصدره ببسم الله الرحمن الرحيم، ولم يذكر خطبة الحاجة، وكان خطابه كله خطاب عقلاني بحت، حتى يخاطب الغرب بأن اليهود ليس لهم الحق في هذه المنطقة. كان هذا أسلوبه من أجل أن يعم الفائدة في قراءة هذا الكتاب. أنا أروج حقيقة لهذا الكتاب حتى الناس تستفيد منه، ومن أراد نسخ فليزرني في مكتبي وليحصل على هذه النسخ، موجودة معي الحقيقة. وريعه أيضا يعود إلى دعم المقاومة الفلسطينية في غزة وفلسطين. مشاهدي الأكارم، هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كانت في يوم عرفة في حجة الوداع، وكان هذا يوم عظيم للمسلمين يعتبر عيدا، حيث ينزل الله عز وجل فيه إلى سماء الدنيا فيغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء ويستجيب دعاء من يشاء ويقضي حوائج من يشاء ويعتق رقاب من يشاء ويكتب رضوانه لمن يشاء في هذا اليوم العظيم. فهو بلا شك يوم عظيم. الحجاج يكونون فيه في عرفة، والمسلمون يكونون صائمين لاحتراما وتقديرا وحرصا على الثواب في هذا اليوم، فهو يوم عيد. وقد اختار الله عز وجل، أنت تلاحظ كيف يختار الله في تنزيل الآيات في الأوقات المناسبة، في يوم عرفة وفي يوم الجمعة. وافق ذاك اليوم أن الحج يوم عرفة كان يوافق يوم الجمعة، فهما عيدان عظيمان لنا. مناسبة ذكر هذا الحديث بكتاب الإيمان ونقصانه واضح، أن الإيمان يكتمل بتمام الشرائع وكمال الطاعات، ويحصل به النقصان حينما ينقص الإنسان العمل في حياته
من صلاة وصيام وزكاة وحج وصوم. ولذلك ذكر الإمام البخاري بعد هذا بعض شرائع الإسلام في حديث سنذكره لكم في قال باب الزكاة من الإسلام، باب الزكاة من الإسلام، ليدل أن أعمال الإيمان أن الأعمال التي يعني هي مذكورة في أركان الإسلام هي جزء أيضا من الإيمان لا تنفك عنه، فالإيمان لا يكتمل إلا بتمام كمال هذه الأعمال التي هي الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. وهنا نحن في يوم عرفة وهو يوم الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. إذن الناس اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فصلت القول في هذا في مقالة عن حجة الوداع منذ أن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى عاد سالما غانما عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة. فحجة الوداع حجة عظيمة حج فيها النبي عليه السلام، وفيها الخير الكثير لأمته. مشاهدي الأكارم، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم لزيادة الإيمان. قال سبحانه: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. نعوذ بالله من النار ونسأل الله تعالى من فضله. اللهم ارحمنا برحمتك وخذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على نهج الرسول لنا مسير، وعند الله للساعي مصير. شغلنا عن طريقك يا حبيبا، فسيل الضيم في دمنا.